شنو هذا؟ يعني استحيت. سندريلا. لا انا فرحان. لما افرح انت تعرفين شو اسوي؟ لا علميني الشغل. حاضر. نبي نشتغل. حاضر ابي اتعلم الشغل بسرعه. حاضر. نبي نتعلم شغل البيت كله. ايه كله. اهم شيء وين الثلاجه؟ يمه خايب على بطنك. ابي السكاكين. وين السكاكين؟ اوي سالم شو تبي بالسكاكين؟ اقص سلطه. ايه دير بالك خبز. لان السكاكين خطره مو زين تشك ايدك. إيه. يلا علمينا نبي نتعلم. يلا يا حلوين يا اصدقائي الشطار، تعالوا معي علشان نبدا الخطوه الاولى من الشغل. سندريلا تعالوا شوفوها، سندريلا سوت مرتبوها، عذبتها سندريلا مراتها سندريلا، لكن ربك سندريلا نساها. السلام عليكم يا مولاي الأمير. مولاي الأمير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عسى ما شر يا مولاي، شو اللي شاغل تفكيرك وشايل همه؟ أنا تعبان يا وزير، تعبان. أطلب لك الطبيب يا مولاي؟ ماني محتاج طبيب يا وزير، أنا حاسب ضيقة وملل وكآبة من العيشة اللي أنا عايش فيها. الصراحة أمرك غريب يا مولاي، في أمير عايش بهالقصر الكبير وحواليها الخدم والحشم، وعايش بعز ورفاهية وجاه ومال، ويحس بضيقة وملل وكآبة. يا وزير، الجاه والمال مو بالضرورة يكونون مصدر لسعادة الإنسان. ممكن أفقر إنسان في هالدنيا يكون عايش أحسن مني مليون مرة ومرة. كلامك هذا فيه سر يا مولاي، افتح لي قلبك، قول لي شو اللي مضايقك ومكدرك، وإن شاء الله ألقى لك الحل اللي يرضيك ويسعدك. يا وزير، أنا تعبان، أنا متضايق من الوحدة اللي أنا فيها من بعد وفاة أمي وأبوي الله يرحمهم، وأنا حاسس إني غريب هالقصر الكبير. أبي أحد يشارك لي حياتي، أشكي له همي، يسعدني ويفرحني. وأنا وين رحت يا مولاي؟ نسيت إني صديقك اللي يساعدك ويوقف معاك في السراء والضراء. والنعم فيك يا وزير، بس الظاهر أنت ما فهمت علي. فهمني، وضح لي يا مولاي. أنا محتاج إنسان تشاركني حياتي، تسعدني وتترس هالقصر الكبير أولاد وبنات. يعني قررت تتزوج يا مولاي؟ إيه نعم. هذه الساعة المباركة، ألف مبروك يا مولاي. الصراحة هذا أحلى خبر سمعته بحياتي، بس ما قلت لي من هي سعيدة الحظ اللي بتزوجها؟ وهذا اللي محيرني يا وزير، شلون أختار البنت اللي تناسبني؟ بسيطة يا مولاي، المفروض تكون بنت أمير أو حتى وزير، أو على الأقل بنت أغنى رجل بالديرة، يعني مستواها قريب من مستوى. ما يهمني من تكون يا وزير، فقيرة أو غنية، المهم عندي تكون بنت جميلة. معقولة يا مولاي تتزوج بنت فقير؟ لا تنسى كلام الناس يا مولاي، وضعك ومنصبك. أنت تعرفني زين يا وزير، كلام الناس والفروقات المادية اللي بيني وبينهم ما يهمني، ومن تواضع لله رفع يا أخوي. كلنا عارفين هالكلام يا مولاي، لكن لا تحاول تقنعني يا وزير، أي بنت تتوفر فيها المواصفات اللي أنا بيها على طول راح أتزوجها. اللي تشوفه يا مولاي. على العموم أطلب من الله يرزقك بنت الحلال اللي تسعدك، تترس لك هالقصر أولاد وبنات. وهذا الكلام السليم يا وزير. المهم الحين قل لي شلون ألقى هالبنت؟ أنا بدوري يا مولاي بسأل الناس اللي أعرفهم، وإن شاء الله يدلوني على بنت جميلة تناسبك. أنا طرت على بالي فكرة ثانية. إيش رأيك لو سوينا حفلة كبيرة بهالقصر ودعينا كل أهالي المدينة مع بناتهم، وبكذي راح أقدر أختار أجمل بنت فيهم. خوش فكرة، بس لو عزمت كل بنات الديرة وبعددهم الكبير بتحتار في الاختيار يا مولاي. بس أكيد يا وزير
راح ألقى البنت اللي تناسبني ويرتاح لها قلبي. ايش رايك يا مولاي نخلي الحفلة بس لبنات الأمراء والأغنياء علشان يقل العدد وبنفس الوقت تلقى البنت اللي بمستواك؟ يا وزير الكلام اللي أنا قلته يتنفذ، مو مهم تكون عندي بنت غنية أو فقيرة. على أمرك يا مولاي. يا وزير، من اليوم ومن هالساعة اعلنوا في كل أنحاء المدينة عن موعد هذا الحفل، وبطاقة الدعوة لازم تكون جاهزة خلال ساعة. فهمت يا وزير؟ حاضر يا مولاي، بس متى تبينا نحدد موعد الحفلة؟ الخميس الجاي. سنسن سندريلا تعالوا شوفوها، سنسن سندريلا سوت مرتبوها، عذبتها سندريلا مرادها سندريلا، لكن ربك سندريلا نفاها. لعيون سندريلا طبخنا ونفخنا، لعيون سندريلا شوينا وقلينا. انا عمري ما دشيت، يبا ما دشيت المطبخ، وانا بيض مقلي ما اعرف اطبخ. انا عمري ما دشيت المطبخ، سمع مني، وانا بيض مقلي ما اعرف اطبخ. انا اخوك بنريحك بالمرتبوج. يلا يلا يا ابله علمينا هذه الاكله. الربيان قشرنا وبقصة ترشينا، وبنقلي بالزيت شوفوا انا وش سويت. قصر الشيف وما في مثلي، ويلا ذوقوا اكلي. صلتي تينن وفيها اتفنن، صلتي تينن وفيها اتفنن. الربيان قشرنا بقصة ترشينا، وبنقلي بالزيت شفتوا انا ايش سويت. الله يخليكم لي ويخليني لكم، انتو كل اهلي واحكم كلكم. سندريلا بغيت اسالك، اسأل. ابي خواتك الثنتين كم عددهم؟ حلوة بس لا تعيدها. زين انا بسال اسأل. خواتك الثنتين كم وحده؟ ما أجيكم، قاعدين تضحكون علي وأنا أساعدكم، قاعد أعلمكم سندريلا لا تبكين. لا تسوون فيني كذي. خلاص بسالك صدق. يلا اسألني. بغيت اسالك، إيه ابي خواتك إيه الثنتين هذول إيه ما راح اسالك كم عددهم. انزين. هم بسالك الثنتين. وهم ثنتين إيه شنو شهاداتهم؟ يدرسون عندهم شهادات عليا. مرتبوك هذه شنو شهادتها؟ عندها منصب عود، عندها فلوس، عندها معاش. لا مرتبوي ولا خواتي البنات يشتغلون وما عندهم فلوس ولا شهادات. عين وين تبون الفلوس اللي تصرفونها؟ الله يسلمك، نصرف من الفلوس اللي تركها لنا ابوي الله يرحمه. اي بس هالفلوس هذه ممكن تخلص باي لحظه. المفروض بنات مرتبوك هذول يدرسون وياخذون شهادات عليا ويتوظفون باعلى المناصب.
حكم. بس المشكلة مو كذي، المشكلة ان حتى هالبيت هذا اللي احنا فيه مو لنا، شرته الحكومة وبتبني مكانه شارع جديد. يعني كذي تقدر الحكومه باي وقت تجيكم وتطلعكم من البيت. مو هذا فعلا اللي حاصل يا اخوي. من كم يوم يانا مندوب وانذرنا ان احنا لازم